أنا في السنة الدراسية الثانية من الكلية، وأمنيتي دائما أني أصبح كاهنا أمام الرب يسوع. ما هي الخطوات الواجبة مني أن أفعلها بعد تخرجي من الكلية لكي أكون كاهنا أمام مذبح الله؟ وهل يوجد شروط لهذه الخدمة مثل موافقة الشعب علي؟ فأطلب إرشاد. كويس أن يكون عندك اتجاه أنك تخدم ربنا، وكون أنك تحب تبقى كاهن لخدمة ربنا ولخدمة ملكوته برضو ده كويس. نصيحتي ليك مش بس بعد تخرجك، من أول دلوقتي من أول دلوقتي يكون لك حياة روحية كويسة، وأيضا يكون لك خدمة في الكنيسة، خدمة في مدارس الأحد، خدمة في اجتماعات الشباب على بال ما تتخرج. وطبعا احنا عندنا مبدأ ان من حق الشعب ان يختار رعيه، فلازم الشعب يوافق عليك، وعشان الشعب يوافق عليك لازم يكون لك خدمة واضحة والناس شايفينها. كمان بعد تخرجك من الكلية لازم تعافى من الخدمة العسكرية، واستحسن ايضا انك انت تدرس في الكلية الإكليريكية علشان تاخد معلومات في الكتاب وفي اللاهوت وفي العقيدة. فابتدي من دلوقتي، مش تقول لما تخرج، ابتدي من دلوقتي.